وسبحان الله ظهرت لنا فئة ولات تدافع على الناس اللي حكموا عندهم المخدرات. يا ودي اتقوا الله. اللايف اللي طلعتوا فيه وتقولوا انها مجرد جرعة بوصفة طبية، كانوا يشاهدوا فيكم اطفال ما بين 13 و 14 سنة. بغيتوا تنشروا لنا حاجة جديدة في المجتمع، ان المخدرات حاجة طبيعية. من وقتاش كنا ندعموا الآفات الاجتماعية، من وقتاش كنا ندعموا المثلية والحركة النسوية، وندعموا لبس المرأة الغير محتشم وتشبه المرأة بالرجال والعكس. المشاركة في الأولمبيات بينما ربي سبحانه منعهم من الركض بين الصفا والمروة حفاظا عليهم. الوقت اللي كنتوا تحتفلوا فيه نتوما ناس مستضعفين من أطفال ونساء كانت تحت القصف. في الوقت السابق اللي كان بالتخلف التكنولوجي والأمية، الجزائريون كتبوا التاريخ نتاعهم بالدم، وكان فيها رجال وكان فيها مناضلات ومجاهدات، ودركا فيها الراقصات والزانيات والكاسيات العاريات. راهم يكتبوا التاريخ اللي يقراه ولدي وولدك. عزيزي المشاهد، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بقناة بيس ميكرز لنستمر بنشر الأخبار وكل جديد. شكرا.